كابوس مرعب. أرجوك لا يجب أن تكون هنا، لا يوجد مهرب. عد الآن. أنت ملكنا الآن. أرجوك ساعدنا. لا يمكنك الهروب، انضموا إلينا. كابوس مرعب. أنا كنت ماشي لوحدي في طريق هادي، طريق مهجور كده، والضباب مالي المكان. شجر البلوط شكله مرعب جدا، فروعه عاملة زي أيدين حد بيحاول يخطفك. الجو كان ساقع والهوا بيخبط في وشي. كنت راجع من مشوار طويل وقلت أعدي على البيت القديم اللي ساكن فيه الفترة دي. المكان معزول ومالوش جيران تقريبا. دخلت البيت والدفاية كانت مولعة من الصبح. قعدت شوية، ولما حسيت إن النوم بيغلبني سمعت صوت تليفون البيت الأرضي. تليفون عمري ما سمعته بيرن قبل كده. قفلت السماعة ووقفت مكانه. قلبي كان بيدق جامد. قلت يمكن حد بيهزر، بس اللي حصل بعد كده ما كانش هزار خالص. سمعت صوت خطوات فوقي، مع إني ساكن لوحدي ومفيش أي حد عايش في الدور اللي فوق. طلعت السلم بهدوء وكنت سامع أنفاسي بوضوح. أول ما وصلت لقيت الهواء برد والنور أضعف، والمكان ريحته غريبة من ريحة رطوبة قديمة. وبصراحة يا ريتني ما فتحته، لأني شفت حاجة عمرها ما كانت منطقية. الدمية لفت راسها عليا وابتسامتها وسعت أكتر. وبعدين سمعت صوت طفل بيضحك من ورايا. قلبي وقع. لفيت بسرعة، مفيش حد. الكشاف وقع من إيدي والضلمة غطت المكان. جريت على الكشاف، ولما رفعته ناحيتي لقيت على إيدي علامة زي حرق صغير، شكل دايرة جواها خط. كان لازم أطلع من البيت بأي شكل. نزلت أجري على السلم، وكل درجة كنت باخدها كنت سامع خطوات طفل بينط ورايا. الخبطة وقفت وسمعت صوت جديد، الصوت اللي ما كنتش عايزة أسمعه أبدا. صوت طفل: افتح، انت نسيتني. قبل ما ألمس المقبض افتكرت كل حاجة. العلامة اللي على إيدي دي مش أول مرة أشوفها، دي نفس العلامة اللي كانت على إيد أخويا قبل ما يموت. رجعت لوعي. الباب كان ساكت، بس كنت حاسس إن في عينين بتبص عليا من تحت. في اللحظة دي فهمت إني مش لوحدي، وإن البيت محتاج حد تاني يشيل السر. الباب اتفتح لوحده والطفل وقف قدامي. وشه مش واضح، بس العلامة كانت منورة. سمعت الطفل بيقولي: تعال الدور عليك. آخر حاجة شفتها كانت العلامة وهي بتكبر على إيدي. القصة خلصت، بس الكابوس لسه مكمل. اكتب لي في كومنت رأيك في القصة وقولي تحب الكابوس الجاي يكون عن إيه.